أهلا وسهلا بكم متابعي الكرام الأعزاء. يوم جديد من أيام الشتاء والبرد القارس والأمطار والغيوم. أي نباتات عندك ضعيفة ممكن أنت تحميها من البرد أو من العصافير لما تكون لسه صغيرة لا تستطيع المقاومة وما تقدرش تقاوم. فأنت بتجيب إزازة مية فاضية أو إزازة بيبسي فاضية وبتفرغها من تحت وتروح مغطيها كده لحد ما تبدأ تنمو وتكبر بالشكل ده. دي الحماية بتاعت برد الشتاء. حتى لو زارع غرسات جديدة برضو بنعمل نفس الحكاية كده. ازازة فاضية اهو، اهو نفس الحكاية كده اهو. لو عندي برضو بذور لسه بذرها بعمل نفس الحكاية وبعد كده بنقولها اهو بالطريقة دي. حماية من البرد والعصافير في فصل الشتاء وحفاظ على الرطوبة بداخلها للنمو بالشكل ده. دي أسلم وأحسن طريقة للوقاية من البرد والعصافير. إن أعجبتك المعلومة فأرجو لايك وشير واشترك في قناتي.